عشان نسده. حرس الجامعة جاي يستعدوا. حرس الجامعة جاي يستعدوا. واحد الصيحة، واحد الصيحة ده في جامعة الأرض. البلد بلدنا والطلبة دول عبيد. البلد بلدنا والطلبة دول عبيد. اضرب في المليان وخليك شديد. اضرب في المليان وخليك شديد. لازم نكسر الطلاب. لازم نكسر الطلاب. الطلاب هم الإرهاب. الطلاب هم الإرهاب. ثابت. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. يسقط يسقط حكم العسكر. الداخلية بلطجية. الداخلية بلطجية. الداخلية بلطجية. الداخلية بلطجية. كليتنا حرة. كليتنا حرة. حرس الجامعة برة. حرس الجامعة بره. كلنا شايفين المشهد اللي حاصل دلوقتي. المشهد ده اتكرر في كل كليات مصر على مر العقود قبل الثورة، ان كرامة الطالب في الكلية تتهان وكرامة المواطن المصري ينداس عليها بالجزمة من السلطات القمعية. وقامت ثورتنا وجابت لنا حقوقنا وعشنا اكتر من 2.5 سنين حياة حرية، حياة بنعبر فيها عن رأينا. ويرجع النهارده بقرار قمعي من محكمة مش من حقها انها تطلع القرار ده، انها تقول ان الحرس الجامعة يرجع تاني. حرس الجامعة يرجع لحرم كليتنا تاني عشان نشوف المناظر تاني، عشان نشوف البنات بيتضربوا جوه الجامعة زي ما حصل مع سمية أشرف قبل كده، عشان نشوف زملاتنا بيتفتشوا ويتضربوا ويتسحلوا لمجرد انهم مش عاجبين ضابط امن دولة او مخبر اخره يفك الخط. عشان نشوف المنظر ده ان طلاب احرار حرين في كلياتهم يعبروا عن رأيهم، يتمسكوا ويتضربوا ويتهانوا وتباح حريتهم وكرامتهم لاجل ان نظام قمعي عايز يقمعهم ويكتم صوتهم. بس احنا بنقول لا، مش هنسمح للحرس الجامعي انه يقطع باقدامه النجسة ارض حرمنا الجامعي المقدسة مرة تانية. مش هنسمح ان ثورتنا تتسرق منا. مش هنسمح ان طالب يهان داخل الحرم الجامعي، او ان طالب يتهان، او ان طالب يداس على كرامته بالجزمة.